تيشيرت الزمالك كبير وده قلته كتير يعني. لكن زي ما قلت لك في ظروف مش يعني ما تطلبش كل حاجه من الولاد الموجودين الصغيرين. اكيد هيكون في اخطاء انا هكون متحملها، واكيد يعني هنصحح الاخطاء والمشاكل دي. لكن زي ما قلت لك كلمه بقولها دايما، انا بشتغل في ظروف ضيقه جدا جدا. اللعيبه اللي بتبقى موجوده مفيش حد تمرين كتير عشان خاطر تشتغل عليها. كل يوم بيظهر لك حاجه معينه تخص لعيب، فلازم تتعامل فيها في الظروف دي لحد ما بس انت دلوقتي لما تفقد لعيب لما تحط تشكيل اساسي وتفقد لعيب بيسبب لك ده مشكله. لو في فرقه موجوده في العالم بتشتغل اي بطوله حتى لو بدون ولا سيرد باك بدون ولا باك ليفت، وبتبدا تتعب او بتحط وينج رايت بقاله سنه ما بيلعبش فيش وبيأدي بشكل كويس. النهارده انا راضي عنه يعني. محمد لسه صغير وبيشتغل باك رايت. بارون اصلا يعني باك رايت وبيلعب سيرد باك وبقاله سنه يعني بقاله فتره طويله ما بيلعبش او يعني بيلعب على فترات قصيره. دخول هشام او زياد برضه ده، ففكره خط ديفنس عامه ما يلعبش المباراه ده بيسبب لك مشاكل. لكن ده قدرنا في نادي الزمالك يعني. انت اي بطوله تدخلها لازم تنافس عليها وتشتغل عليها.